السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم. يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وجمعة مباركة على حضراتكم جميعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن التشكيلة الأفضل في العالم، أو التشكيلة الأفضل في التاريخ لكرة القدم. أفضل 11 لاعب كرة قدم في التاريخ. طبعا التشكيلة أو اللاعبين اللي هختارهم هيكونوا من وجهة نظري الشخصية. أتمنى طبعا لو حد من حضراتكم مختلف، أو حد من حضراتكم مثلا عنده تعليق، هسيب لحضراتكم الكومنتات مفتوحة، تناقشوا معايا وإن شاء الله هرد على كل الكومنتات بإذن الله. لما تيجي تختار تشكيلة لفريق أو مثلا لمنتخب أو لبلد على مدار التاريخ بتلاقي صعوبة، فما بالك لما تختار تشكيلة مكونة من 11 لاعب بس. انت مجبر تختار 11 لاعب بس، وال 11 لاعب دول انت هتصنفهم هم ال 11 الافضل في تاريخ كرة القدم. بيكون الموضوع صعب، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الاختيارات من وجهة نظري الشخصية، واختيارات يعني اللي هيخليني ارجح مثلا لاعب عن لاعب تاني هو مسيرته طوال تاريخه، وكمان بطولاته، انجازاته مع الفرق بتاعته، وتأثيره مع الفرق دي. ويلا نبدأ على طول عشان ما نطولش على حضراتكم. طبعا اول مركز هو مركز حراسة المرمى. اختيار هو ممكن يكون غريب شويه، ولكنه هو من وجهه نظري، بعد طبعا انا يعني معظمنا ما اتفرجش عليه، وهو الحارس ليفي ياشين. ليفي ياشين دوت حارس اتولد في روسيا، هو لعب لمنتخب الاتحاد السوفيتي. الحارس دوت هو تقريبا افضل الحراس في تاريخ كره القدم على الاطلاق. طبعا احنا ما شفناهوش، هو اتولد سنه 29 وتوفى سنه 1990، يعني تقريبا اي حد عنده 30 سنه او 32 سنه هو ما شافش الحارس ده او ما عاصرهوش. ولكن كان حارس اللي شافه او شاف له فيديوهات او تصديات ليه من على اليوتيوب، هيلاقي ان الحارس دوت كان حارس عملاق، كان حارس رهيب. كمان ليفي ياشين هو الحارس الوحيد اللي فاز بالكرة الذهبية، الحارس الوحيد اللي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم سنة 1963. لقب كمان الحارس دوت بالعنكبوت الاسود او الاخطبوط الاسود، لانه تقريبا كل ماتشاته وكل مبارياته كان بيلعبها بالرداء الاسود بالكامل، كان بيلبس تيشيرت اسود وشورت اسود وكمان حذاء اسود، والجوانت بتاعه بيكون لونه اسود. حارس من الحراس اللي اثروا في المركز دوت، حارس من الحراس الجيدين جدا، حارس من الحراس التاريخيين في مركز حراسة المرمى. وكمان مجلة فرانس فوتبول الشهيرة عملت جايزة باسمه، سميتها جايزة ياشين في 2019 تقريبا، بتعطى لأفضل حارس في العالم. وعشان كده هيكون اختياري في مركز حراسة المرمى لأفضل تشكيلة في العالم هو الحارس ليفي ياشين. ننتقل إلى خط الدفاع. خط الدفاع كده من اليمين للشمال هختار الباك اليمين التاريخي لمنتخب البرازيل، وكمان لفرق كتير لعب لها، هو كافو. كافو اللاعب البرازيلي واحد من افضل اللاعبين اللي لعبوا في المركز دوت على مدار التاريخ. حقق انجازات كتير جدا مع البرازيل ومع كمان الانديه اللي لعب لها، خصوصا نادي روما ونادي الميلان. حقق نجاحاته على مستوى الانديه في ايطاليا تقريبا. كافو واحد من اللاعبين اللي كانوا بيتميزوا بالسرعه ومعدلات تهديفيه محترمه، ومعدلات على مستوى صناعه الاهداف معدلات محترمه جدا. وكمان كافو كان يمتلك عرضيات سحريه، وكان مميز كمان في الضربات الثابته والالعاب الثابته. كافو مع روما خد الدوري الايطالي في موسم 2000-2001، وكمان مع نادي الميلان خد الدوري في موسم 2003-2004، وخد السوبر الايطالي في موسم 2004، وخد دوري ابطال اوروبا مع الميلان في موسم 2007، وكمان خد معاهم كاس العالم للانديه. دي بطولات وانجازات كافو على مستوى الانديه. طبعا على مستوى المنتخبات، كافو خد كاس العالم مرتين مع البرازيل سنه 94 وسنه 2002، وخد كمان كاس القارات سنه 97، وخد بطوله كوبا امريكا سنه 97 وسنه 99، خدها مرتين مع البرازيل. لاعب او باك ليه تاريخ حافل من الانجازات والبطولات وكمان الارقام الفرديه، وعشان كده هو هيكون الباك اليمين الاساسي بتاعي في تشكيلتي اللي انا اخترتها من وجهه نظري. ننتقل الى قلبي الدفاع، وهبدا بالاسطوره باولو مالديني. باولو مالديني واحد من افضل المدافعين على مستوى العالم وعلى مستوى تاريخ كرة القدم بالكامل. باولو مالديني هو مش لاعب مدافع، هو منظومة دفاعية متكاملة. باولو مالديني واحد من اللاعبين اللي اثروا في المركز دوت على مستوى العالم، واحد من اللاعبين اللي هو تقريبا مثل اعلى لكثير من المدافعين على مستوى العالم. باولو مالديني كان متواجد في فريق الاحلام
في بطوله كاس العالم 2002 بتاعت كوريا واليابان، وكمان حقق انجازات وارقام كبيره جدا مع الميلان على مستوى البطولات في ايطاليا، سواء البطولات المحليه او البطولات الاوروبيه. خد مع الميلان 7 دوري ايطالي، وخد معاهم 5 مرات بطوله دوري ابطال اوروبا، وخد السوبر الاوروبي 4 مرات، وخد كاس العالم للانديه مره واحده سنه 2007. باولو مالديني زي ما قلت لحضراتكم مدافع من المدافعين اللي كانوا بيلعبوا كرة كده بعقلهم، كان مدافع بيلعب بعقله، وكان مدافع تكلم عنه وتحدث عنه جبابرة المهاجمين على مستوى العالم، وقالوا ان هو مدافع من اقوى واعظم المدافعين اللي لعبوا قدامهم على مدار تاريخهم. ننتقل الى قلب الدفاع الثاني وهو سيرجيو راموس. من وجهة نظري سيرجيو راموس واحد من افضل المدافعين على مستوى العالم، او من افضل المدافعين التاريخ. سيرجيو راموس تقريبا تخطى حاجز ال 100 هدف وهو مدافع، احرز ما يقرب من 130 هدف في مسيرته الكرويه. سيرجيو راموس كمان خد كاس العالم 2010 مع اسبانيا، وخد بطولتين يورو مع اسبانيا سنه 2008 وسنه 2012. خد مع ريال مدريد 5 دوري اسباني، وخد معاهم 4 دوري ابطال اوروبا، وخد معاهم كاس العالم للانديه 4 مرات، وخد معاهم السوبر الاوروبي 3 مرات. راموس واحد من المدافعين اللي بيعتمدوا على القوه في لعبهم، مميز جدا في ضربات الراس، مميز جدا في الاداء الدفاعي بتاعه. واحد من المدافعين التاريخيين لنادي ريال مدريد، وكمان لمنتخب اسبانيا، حقق مزيد من البطولات والانجازات، وعشان كده هو واحد من التشكيل من ضمن التكتل الدفاعي والتشكيله الدفاعيه بتاعتي لافضل 11 لاعب في العالم. ننتقل الى اخر لاعب في خط الدفاع وهو الباك ليفت من وجهة نظري، وهو روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس البرازيلي واحد من افضل اللاعبين اللي لعبوا في المركز ده على مدار تاريخ كرة القدم. طبعا معظمنا شاف روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس كان بيتميز بالسرعه والقوه ودقه التصويب وقوه التصويب. روبرتو كارلوس كان واحد كده من اللاعبين اللي لو سدد كرة بشكل صحيح، والكرة في اتجاهها بين القائمين والعارضة بنسبة 95% الكرة في المرمى، نظرا لقوة تسديداته وكمان دقة تصويباته. وكمان كان مميز جدا جدا في الكرات الثابتة، أحرز منها أهداف كتير سواء مع البرازيل أو مع منتخب البرازيل أو مع نادي ريال مدريد. روبرتو كارلوس واحد من اللاعبين كمان اللي كان لهم معدلات تهديفيه عاليه، تخطى تقريبا ال 50 هدف في مسيرته. روبرتو كارلوس فاز مع ريال مدريد ومع البرازيل بالعديد من البطولات. خد مع ريال مدريد 4 دوري اسباني، 3 دوري ابطال اوروبا، خد مع البرازيل كمان كاس عالم واحد سنه 2002، وخد كوبا امريكا مع البرازيل سنه 97 وسنه 99، وخد كاس القارات مع البرازيل سنه 97. تقريبا اهدافه وصلت حوالي 69 هدف، ومع الريال بس سجل 47 هدف. كده انتهيت من تشكيل خط الدفاع وحارس المرمى. ننتقل الى ثلاثي خط الوسط. ثلاثي خط الوسط، اللاعب رقم 1 معايا في ثلاثي خط الوسط هو زين الدين زيدان. زين الدين زيدان واحد من اعظم اللاعبين على تاريخ كرة القدم. زين الدين زيدان اللي شافه كان كده لاعب طول ما الكرة في رجليه بنشعر بالمتعة. كان اداؤه عالي جدا، وقدم مستويات مميزه جدا مع كل مراحله الكرويه، سواء مع اليوفي خد 2 دوري ايطالي، مع ريال مدريد خد دوري اسباني 1، وخد معاهم دوري ابطال اوروبا موسم 2001 2002. ولما نذكر زيدان ودوري ابطال اوروبا مع الريال ما نقدرش ننسى هدفه التاريخي وهدفه الاسطوري في نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ليفركوزن. الهدف الكره اللي اتعملت له عرضيه وشاطها كده من بره المنطقه، خدها فيرست تايم كده وراحت في زاويه صعبه جدا، وكان هدف من ضمن اسباب تتويج ريال مدريد ببطوله دوري ابطال اوروبا في الموسم دوت. مع فرنسا فاز ببطوله يورو عام 2000، وفاز كمان ببطوله كاس العالم 98 امام البرازيل اللي احرز فيها اهداف، احرز فيها هدفين في النهائي دوت. وكمان كان وصيف لبطوله كاس العالم 2006 في المانيا امام المنتخب الايطالي اللي خسروها بركلات الترجيح. زيدان واحد من افضل لاعبي كره القدم في التاريخ، وعشان كده هو واحد من ضمن تشكيلتي لافضل 11 لاعب في العالم. ننتقل الى اللاعب رقم 2 في وسط الملعب وهو نجولو كانتي، اللاعب الفرنسي. كانتي هو لاعب حديث شويه، ولكن كانتي من وجهه نظر الشخصيه لاعب كويس جدا، لاعب كده عامل زي النحله في الملعب، عنده قدره غير طبيعيه على افساد هجمات المنافسين. كمان لاعب عنده ميزه رهيبه جدا، وهي التحولات السريعه من الدفاع للهجوم، بينقل الكره من الدفاع للهجوم بشكل سريع وبشكل مميز جدا. كمان كانتي ليه انجازات كتيره جدا على مستوى الانديه اللي لعب لها وعلى مستوى كمان المنتخبات. فاز مثلا مع منتخب فرنسا بكاس العالم 2018، وكان وصيف بطوله اوروبا عام 2016 امام البرتغال. على مستوى الانديه فاز او كان سبب من اسباب
فوز ليستر سيتي الاعجازي والتاريخي ببطوله الدوري الانجليزي بعد الصعود من دوري التشامبيونشيب، وفاز مع ليستر سيتي بالدوري الانجليزي عام 2015 2016. وكمان مع تشيلسي حقق العديد من البطولات، فاز بالدوري الانجليزي مع تشيلسي في موسم 2020 2021، وفاز كمان مع تشيلسي بدوري ابطال اوروبا مره واحده، وفاز معاهم بكاس العالم للانديه الاخيره برضو مره واحده. نيجولو كانتي واحد من اللاعبين المحترمين جدا، واحد من اللاعبين اللي انا بفضلهم، ومن اللاعبين تقريبا الاسطوريين بالنسبه لي في مركز رقم 6 على مستوى كره القدم العالميه. ننتقل الى اللاعب الاخير في وسط الملعب، وهو الاسطوره الحيه اللي فرقتنا، دييجو ارماندو مارادونا. مارادونا هو كان بيلعب شادو سترايكر، او كان بيلعب تحت مهاجم تاني كده، ولكن انا حاطط له في تشكيلتي اعتبارا ان انا هيكون لاعب رقم 8 متقدم. مارادونا واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم. مهاره ايه، حرفنه ايه، لاعب كان عنده قدره رهيبه على الاحتفاظ بالكوره، لاعب حقق العديد من الالقاب الفرديه والالقاب الجماعيه سواء مع منتخب الارجنتين على مختلف الاعمار السنيه اللي لعب لها او مثل فيها منتخب الارجنتين، وكمان مع الانديه اللي لعب لها. فاز ببطولات مع برشلونه، فاز ببطولات اسطوريه مع نادي نابولي، خد معاهم الدوري الايطالي مرتين، خد مع نابولي الدوري الايطالي مرتين، احرز في على مدار تاريخه ما يقرب من حوالي 300 هدف. كمان خد كاس العالم سنه 86 مع منتخب المكسيك، وخد كاس العالم كمان تحت 20 سنه مع منتخب الارجنتين سنه 79 في اليابان، وفاز ببطوله كاس ارتيمو فرانكي اللي هي البطوله اللي تم تعديل اسمها بعد كده اتسمت لكاس الفايناليزما، اللي فاز بيها بالمناسبه الارجنتين الموسم دوت، فاز بيها سنه 93 مع الارجنتين. مع نابولي قلنا خد 2 دوري ايطالي وخد 1 دوري اوروبي. مارادونا واحد من اللاعبين كده اللي لما تيجي تتكلم عن اللاعبين الاسطوريين في العالم وتحط تشكيله لافضل 11 لاعب في العالم، ما ينفعش تنسى لاعب زي مارادونا. وبكده انتهيت من تشكيل وسط الملعب. ننتقل الى الثلاثي الهجومي، الثلاثي الاخير في تشكيلتي. وطبعا مفيش حد في الدنيا هيقعد يحط تشكيل لافضل 11 لاعب في العالم وهينسى ميسي ورونالدو، كريستيانو رونالدو. هتكلم في الاول عن ميسي حقق برضو العديد من الانجازات والبطولات الفرديه والجماعيه سواء مع منتخب الارجنتين او مع فريق برشلونه اللي تقريبا بنى مجده وبنى تألقه مع فريق برشلونه خصوصا. ميسي فاز مع منتخب، احرز في مسيرته مثلا تقريبا ما يقرب من حوالي 687 هدف، وده معدل تهديفي اعجازي، معدل تهديفي تاريخي بالنسبه ليونيل ميسي. ميسي كمان كان وصيف كاس العالم مع الارجنتين عام 2014 امام المنتخب الالماني، وكمان فاز ببطوله كوبا امريكا عام 2021 امام المنتخب البرازيلي، وفاز ببطوله الفايناليزما بعد الفوز على المنتخب الايطالي في ملعب ديمبلي في انجلترا في عام 2022. فاز كمان بذهبيه اولمبياد بكين عام 2008 مع المنتخب الاولمبي الارجنتيني، وفاز بكاس العالم تحت 20 سنه في هولندا عام 2005، وكمان فاز ببطوله كوبا امريكا تحت 20 سنه مع المنتخب الارجنتيني في كولومبيا سنه برضو 2005. انجازات كتير جدا لميسي مع المنتخب الارجنتيني. كمان مش هننسى انجازاته مع فريق برشلونه الاسباني، فاز مع فريق برشلونه ب10 دوري اسباني، وفاز معاهم ب7 بطولات لكاس اسبانيا، وفاز معاهم ببطوله السوبر 8 مرات، وبطوله دوري ابطال اوروبا 4 مرات، وفاز معاهم بكاس العالم للانديه 3 مرات، وبطوله السوبر الاوروبي 3 مرات. ميسي فاز ببطوله او فاز بالكره الذهبيه 7 مرات تقريبا، هو اكتر لاعب على مستوى العالم فاز بالكره الذهبيه. ميسي يبقى واحد من اعظم لاعبي كره القدم على مستوى العالم، ومع ميسي احنا مستمتعين بيه لحد دلوقتي. الواحد مش عايز ميسي يعتزل، عايز كده العمر يقف والزمن يقف عشان ما نشوفش او ما نعيش لحظه اعتزال ميسي وانه يفارقنا ويفارق كره القدم. ننتقل كمان للاعب الاسطوري الاخر وهو اللاعب كريستيانو رونالدو. رونالدو واحد من اعظم، زي ما قلنا على ميسي، هو واحد من اعظم لاعبي كره القدم على مدار التاريخ. رونالدو برضو احرز ما يقرب من حوالي 700 هدف تقريبا، رونالدو احرزهم. خد بطوله يورو 2016 مع البرتغال على حساب المنتخب الفرنسي في باريس، وكمان كان وصيف بطوله اليورو 2004 لو حضراتكم تفتكروا، اللي اتلعبت في البرتغال، وكانت ميلاد لرونالدو، خسرها امام المنتخب اليوناني اللي فاز عليهم في الافتتاح وفي النهائي، وكمان فاز مع البرتغال ببطوله دوري الامم الاوروبيه عام 2019.
لعب بقى لاكتر من نادي وحقق مع كل الانديه اللي لعب لها انجازات. لعب لمانشستر يونايتد مثلا، خد معاهم 3 دوري ودوري ابطال وكاس عالم انديه. ولعب لريال مدريد، خد معاهم 2 دوري اسباني و2 كاس اسبانيا، وخد معاهم كمان بطولات لدوري الابطال. وهو في رصيده 5 بطولات لدوري ابطال اوروبا، تقريبا هو اكثر اللاعبين على مستوى العالم اللي فاز ببطوله دوري ابطال اوروبا. مع اليوفي خد 2 دوري ايطالي، وخد كاس ايطاليا، وخد 2 سوبر اوروبي. وكريستيانو رونالدو خد الكره الذهبيه 5 مرات، فاز بالكره الذهبيه 5 مرات. لاعب اسطوري، لاعب من اللاعبين اللي برضه ما ينفعش تتكلم عن اعظم لاعبي العالم وما تذكرش كريستيانو رونالدو. ننتقل لاخر لاعب في تشكيلتي، وهو رونالدو البرازيلي الظاهره. رونالدو هو اعظم مهاجم تقريبا جه في تاريخ كره القدم العالميه. رونالدو لولا الاصابه انها حرمتنا منه وانها اثرت على مستواه، رونالدو قدم لنا نموذج للاعب المهاجم اللي تقريبا من بعد اعتزال رونالدو قلما لما تشوف مهاجم بقيمه رونالدو الظاهره، وقلما لما تشوف مهاجم عنده نفس امكانيات ومواصفات المهاجم الفذ المهاجم العالمي. رونالدو تقريبا برضو كل محطاته حقق فيها انجازات وبطولات. لعب في ايندهوفن خد معاها بطولات، ولعب كمان في الدوري البرازيلي خد بطولات، لعب مع برشلونه خد بطولات، ولعب مع فريق ريال مدريد حقق بطولات كتير. مفيش نادي لعب له رونالدو وما خدش معاه بطولات. خد كمان مع منتخب البرازيل 2 كاس عالم سنه 94 وسنه 2002 في الجيل الذهبي او الجيل العظيم لمنتخب البرازيل. وخد كمان معاهم 2 كوبا امريكا سنه 97 وسنه 97 وسنه 99 عفوا. وخد بطوله كاس القارات سنه 97. رونالدو واحد يبقى من اعظم المهاجمين على مستوى العالم، واحد من المهاجمين اللي برضو الاصابات حرمتنا منهم لفتره كبيره واثرت على مستواه لحين اعتزاله. كده انا انهيت تشكيلتي، التشكيله المثاليه لكره القدم على مستوى العالم من وجهه نظري. اتمنى حضراتكم تناقشوني في بارائكم في التعليقات. هسيب التعليقات مفتوحه لحضراتكم، واشوف حضراتكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير. اتمنى من الكل انكم تدعموني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله على